وجه الدولي المغربي ولاعب نادي غلطة سراي التركي حكيم زياش كلمات حادة للسلطات المغربية والدول التي تدعم ما وصفه بالإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني. وجاء ذلك في منشور له عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي في إنستغرام مساء الجمعة 20 من شتنبر عام 2024، حيث قال: منشوري الأخير أقصد به كذلك حكومة بلد المغرب وكل الدول التي تدعم الإبادة الجماعية، العار عليكم، كفى. كما دعا زياش جميع المغاربة والعالم إلى دعم الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة رفع أصواتهم قائلا: لكل إخواني وأخواتي في المغرب وفي العالم أجمع، ارفعوا أصواتكم عاليا قدر الإمكان، أنا معكم جميعا، فلسطين حرة. وقبل هذا المنشور بساعات أعرب زياش عن غضبه واستنكاره للأعمال الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين، بعد انتشار فيديو يظهر جنودا إسرائيليين وهم يتعاملون بطريقة همجية مع جثث شهداء فلسطينيين في بلدة قبطية بجنين. ونشر زياش صورة توثق لحظة إلقاء جثامين الشهداء من فوق إحدى البنايات بواسطة عناصر جيش الاحتلال، وكتب تعليقا: دعونا نوضح شيئا واحدا، اللعنة على إسرائيل وعلى كل دولة تدعم هذا النوع من السلوك.